5 حاجات لازم تغير فكرتك عنها قبل ما تشطب، بارت 7. قبل ما تشتري اجهزه المطبخ ارجع للتصميم وشوف المساحه هتشيلها ولا لا، وده يرجعنا للنقطه اللي بقولها دائما وابدا، ان التصميم اهم خطوه علشان تعيش في بيت معمول صح. لو ما فيش في البيت مساحه فاضيه للليفنج روم، بلاش تفضلها اوضه مخصوص. هتحدد اولوياتك وتشوف استخدامات الغرف الاساسيه، ونكتفي بريسبشن يكون استخداماته ريسبشن وليفنج زون في نفس الوقت، عادي خالص مش عيب. المطبخ والريسبشن حاول تتعامل معاهم معامله اننا اصحاب البيت. طب ما احنا فعلا اصحاب البيت، يعني ما تمشيش شكلهم وتصميمهم باللي رايح ضيوف بس، اللي اصلا مش محتاج اقول لك بيجوا كل قد ايه. لازم كل شبر في البيت يتكيف على دماغه وراحه اللي هيعيش فيه. وخليك فاكر دايما البيوت بتكون شبه اللي عايش فيها. لما بتختار لون دهانات وقلقان ان اللون يطلع زي ما انت عايز ولا لا، اشتري اقل كميه كيلو مثلا، وخلي النقاش هنا في ظل وجود نفس النوع ولون الاضاءه اللي هتعيش فيه. لو الملمس، اللون، اللمعه تمام، اشتري. البيت ضروري جدا يكون اب تو ديت، جديد معاصر للحياه الطبيعيه اللي احنا بنعيشها، بيستخدم التكنولوجي اللي انت بتستخدمها في عربيتك، في الموبايل. يعني لو دخلت حته سمارت هوم صغيره كده في البيت مش هتضر. وخليكم فاكرين ان خلال كام سنه اللي جايه شكل البيت في العالم كله هيتغير تماما، فتابع ده من دلوقتي. واكتبوا لنا في الكومنتس لو عايزين نتكلم اكتر عن السمارت هومز وشايفين البيوت في المستقبل شكلها عامل ازاي.